بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعيدة بلقائكم أخواتي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم إن شاء الله نقترح لكم واحد البودن بالدجاج، نقولوا كاشير هو بودن كيجي بالدجاج، شي حاجة اللي هي رائعة جدا. تجربوها وتنال إعجابكم. إلا عجبتكم ما تنسوش ديروا لايك الفيديو وتشتركوا في القناة باش يوصلكم الجديد. كنتمنى لكم فرجة ممتعة. بالنسبة لهذا الكاشير أنا غادي نقول عليه كاشير، وإنما هو يعني تيمشي مع غادي يجينا هو بحال الشكل ديال الكاشير، المذاق ديال الكاشير، وانما يمكن السيده انها ترافقو الا كان عندها الضياف ترافقو يعني مع خضر مسوطيه ولا مع شلاضه ولا يعني شي حاجه اللي تتجي رائعه ولذيذه بزاف. غادي نحتاجو لها 300 غرام ديال الصدر ديال الدجاج. يمكن السيده تستعمل اللادان، يمكن لها تستعمل خليط ما بين اللادان وصدر تاع الدجاج، واخا انا تنفضل الدجاج لان اللادان كيجي ناشف بزاف. غادي نقولوا 300 غرام ديال الدجاج، 2 كيسان ديال العنبه ديال الحليب، يعني 200 سنتيلتر ديال الحليب، 200 مليلتر عفوا ديال الحليب، 200 مليلتر يعني هي 20 سنتيلتر ديال الحليب. عندنا هنايا بيضه، معلقه كبيره ديال الزبده، عندي هنايا واحد راس المعلقه ولا معلقه صغيره ديال المروزيه ديال الدجاج. انا ما بغيتش نستعمل ضامه البنه لانني كتعرفوا في الطياب ديالي ما تنديرهاش، يعني كندير ديال الزعفران شعره الا كنت مضطره كندير ديال الزعفران شعره. انا اللي ما عندهاش المروزيه ديال الدجاج يمكن لها تستعمل ضامه البنه ديال الدجاج. عندي معلقه صغيره ديال النشا، عندي الملحه طبيعه عندها الملحه والابزار، عندي هنا شويه ديال الثوم قصري ولا شويه ديال السيبوليت، عندي الثومه غبره، عندي هنا شويه ديال المعدنوس مجفف، وعندي هاد التوابل اللي كتعرفوا كنستعملهم انا ديما مع الدجاج، يعني لي ستيك ديال الدجاج ولا لي بغوشيط ديما كتلاحظوني كندخل فيهم هاد التوابل هادو. وهاد التوابل هادو ديما تنقولها راه هو عباره على واحد الخليط اللي فيه البزار الابيض، البزار الكحل، القزبر حبوب، يعني فيه 5 الانواع ديال الابزار، البزار الاحمر يعني كاينين بزاف، قلنا فيه 5 الانواع ديال الابزار ومعاهم 4 انواع ديال الابزار ومعاهم قزبر حبوب يابس. عندي هنايا قلنا هو الزيتون بطبيعه الحال اللي غادي نستعملو في الحشوه. هادو هما المكونات، غادي ندوزو على بركه الله لطريقه التحضير. هنا تناخذ بطبيعه الحال الخلاط ديالنا ولا يعني فاش غادي تطحنوا هاد المكونات هادو، الماكينه اللي كطحنوا فيها الكفته. غادي نحاولوا على بركه الله، غادي نجيبو هنايا نديرو الدجاج، نديرو هاد الانواع ديال الابزار اللي قلت لكم، شويه ديال البزار الفلفل الاسود غير شويه ما نكثروش. اللي ما عندهاش هاد الانواع هادو ولا التوابل يمكن لها دير غير كزبر حبوب، غير هي ديرهم مطحون. ثوم غبره ضروري كتعطي واحد النسمه رائعه جدا لهذا بالنسبه للمعدنوس والثوم القصري ما غاديش نديرهم دابا. غادي ندير هنايا العطريه ديال عفوا المروزيه ديال الدجاج. غادي نديرو هذيك المعلقه ديال النشا، يعني جميع المكونات كنوضعوها الا هذوك المنسمات كنخليوهم، ما غاديش نطحنوهم، غادي نخليوهم هكاك يعني باينين. نضع معلقه كبيره ديال الزبده، يعني الزبده ديال اما الحك اما اللي عندكم، غير ديال المارغرين. لا المارغرين ما نستعملوهاش نهائيا في الطبخ، المارغرين كتبقى ديال التوراق، يعني كنورخو بها المسائل اللي هي باينه ديال العجين لا فيوتي ولا مسمن ولا يعني اللي بغيتو. غادي نوضعو بيضه، شويه ديال الملح، هذا ما كان طبيعه الحال الحليب. بسم الله. غادي نخلط هاد المكونات هادو مزيان كما غادي تلاحظوا معايا، غادي نخلطوهم مزيان وغادي نحاولوا نوضعوهم بواحد الطريقه باش غادي نشوفوا كيفاش غادي نديروا لهم باش نطيبوهم. نخلطوا على بركه الله كيف قلنا هذا الخليط. غادي تلاحظوا معايا اخواتي المكونات ديالنا بطبيعه الحال من بعد ما خلطوها، وتاكدوا انكم خلطتوا المكونات مزيان، يعني هذيك البيض وداك الدجاج والزبده كلشي داكشي خاصو يندمج مع بعضياته مزيان. دابا غادي نجيو على بركه الله وغادي ننزلوا هنا بعض المنسمات اللي هي عباره على، عندي هنايا قلنا شويه ديال المعدنوس مجفف. ممكن السيده تنسم باللي عندها، ماشي بالضروري يعني دير السيده تقدي بلي عندها، ديما تنقولها نعاودها، ديما السيده تقدي بلي متوفر عندها. شويه ديال السيبوليت هنا ولا الثوم القصري. غادي نحاول، انا شويه تيعجبني هاد الابزار هذا، غادي نضيف واحد شويه. هنا كتلاحظوا معايا غادي تاخذوا اما يعني غنعطيكم هنا كاينين بزاف ديال الاقتراحات غادي ديروهم، اما كديروا هذا الفيلم اليمونتير بحال هكا، فيلم اليمونتير يعني بلاستيك غذائي، وتنديروا تحتو بابي سيفوريزي، ولا تتاخذوا
هذيك الباكيه تاع سباكيتي ملي تسخوها ديال 500 غرام، ملي تسخوها حاولوا تقطعوها غير من الفوق وكتحتفظوا بها الوقت اللي بغيتو تصيبوا هذا البودان هذا ولا هذا الكاشير، يعني كتلقاوه موجود عندكم. سينو تاخذوا هذوك اللي ولاو دابا هذوك ديال الكاشير، هذوك الكيسان تاع الكاشير الا كان ديال لينوكس يكون احسن، يعني كيكون واحد صحي 100%. يعني الا كان الكاس تاع لينوكس، اما الا كنتو غادي ديروا غير ديال الميكا فنصحكم ديروا غير بلاستيك هذا الفيلم اليمونطير. غادي نوضع هنايا الزيتون الوسط. انا درت الزيتون، يمكن السيده دير، يمكن السيده تعمل هذا، يمكن ليها دير طماطم المجففه الا كانت موجوده عندها، يمكن ليها دير كذلك شويه ديال بيستاش يعني الا بغات تحلق عليه. يعني كاين بزاف ديال الفلفله، شويه ديال الفلفله، يعني كاينين بزاف ديال المسائل اللي يمكن لكم تنكهوا بها. وتبقى ديما الزيتون هو اللي متوفر عند كل سيده. هنا صافي غادي نحاولوا نجمعوه يعني باش نشكلوه على حساب بحال شي بودان بهذه الطريقه هذه. غادي نجيو هنا ونلويو من الجهه الثانيه كذلك. هنا كما كتلاحظوا من بعد ما دورناه في الفيلم اليمونتير وكذلك بابي كويسون، فحنا تنعاودوا نلمطوه بواحد بابي الومنيوم، وغادي نعاود ثاني نعاودوا نلمطوه بابي الومنيوم بطبيعه الحال. غادي ناخذوه كما كتلاحظوا غادي نجيب واحد الكيردون، غادي نتقب يعني نخليه باش يتنفس، وغادي نديرو يتبخر واحد 30 دقيقه تقريبا ما كاملاش. يعني هذا ما تياخذش الا وضعتوه في الماء، الا درتو وغالبا هاد الاخوات بزاف تيتشكاو انهم تيوصل لهم الماء، لهذا كنقول لكم ديروه يفور مده تنقول لكم واحد 30 دقيقه. الا كنتو غادي توضعوه في الماء وعندكم هذوك الكيسان ديال سميتو ديال الكاشير، ديروه من با 15 دقيقه ما كاملاش، 15 دقيقه ما يفوتهاش وهو مغلي. اما الا كان غادي يتبخر فتيدي واحد 30 دقيقه تقريبا، ونتلاقاو ان شاء الله من بعد ما يطيب. غادي نحل من بعد ما يطيب تنخليوه يبرد، ضروري ما يبرد لا قد ما بات يجي مزيان. يعني ما تحاولوش تقطعوا، الا كتزيدوا غتقدموا في العشيه تحاول مع الصباح ديروا وتخليه يبرد في الثلاجه على خاطرو، سينو تخليه الا كنت غديروا في الليل تخليه يبات حتى الصباح تقطعوا. انا غادي نحاول ما غاديش نخلي انا ليله كامله، ولا انا غادي نحاول نقطعوا معكم. غادي نديروا غير واحد ربع ساعه في المجمد ولا في الثلاجه حتى وكان يشد يقبض شويه راسو يبرد، ونقطعوا قدامكم. البودان ديالنا اخواتي ولا سميوه كاشير يعني سميوه اللي بغيتو، يعني ملي تيطيب قلنا نخليوه واحد 30 دقيقه، ما تكثروش ليه يطيب. راه سيرتو هذا ملي غادي تكثروا ليه يطيب غادي ينشف معكم بزاف. يعني لاحظوا معايا انا، يعني راه تيجي يعني خفيف ورائع جدا، يعني شي حاجه اللي ماشي غادي ناكلوها توحل لينا في الفم ولا يعني باغفوا ملي تكثروا ليه يطيب تيجي ناشف. حاولوا ما تكثروش ليه يطيب، 3 دقائق راه كافي انه يتبخر بها. وبالنسبه قلنا انا بعض المرات كنعمل يعني اخوات المتوفر عندهم لا كريم فريش، بارفو تنستعمل يعني باش الحليب لا كريم فريش، ولا بعض المرات كندير كاس تاع الحليب وكاس تاع لا كريم فريش، يعني باش يجي ملذذ اكثر. الا بغينا هكا للمناسبات وكان عندنا الضياف تيجي لذيذ بواحد الطريقه عجيبه. وهذاك الابزار اللي درنا فيه ودوك التوابل، وخصوصا هذاك الشكل تاع التوابل ديال المروزيه، جربوه وحكموا ردوا عليا الخبر. يعني قلت لكم راه شي حاجه اللي هي رائعه ولا رائعه بزاف. يمكن نقدموه كساندويتشات، يعني يمكن نعمرو به لي ساندويتش مع شويه ديال المطيشه والخس والخيار تيجي فن. يمكن نقدموه مع خضر سوطي، ولا يمكن نزينو به لا سلطه ديالنا. كيف قلت لكم يبقى حتى اسبوع في الثلاجه ما توقع حتى شي حاجه. يعني وكفكره للسيدات اللي وليداتهم تيتغداو في المدارس، ولا يعني الموظفات اللي تيتغداو في المدارس، فيمكن لها يعني مع شويه ديال الخس ومع شويه ديال مطيشه. اللي ديما كنا غادي نعطيو الوليدات هذا شي حاجه اللي كنتي ما نديروش مطيشه، يعني فقط شويه ديال الخس، شويه ديال البصله، شويه من هذا الكاشير ولا البودان هذا اللي استعملنا تاع الدجاج، يعني كافي وشي حاجه اللي هي مزيانه. ان شاء الله كما قلت لكم تجربوها وتردوا عليا الخبر. كنتمنى راه ان شاء الله تكون عجباتكم. من عجباتكم ما تنساوش ديروا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه باش يوصلكم الجديد. وغادي نخلي لكم الرابط ديال التوابل ديال المروزيه ديال الدجاج باش تعرفوا عليها. الى حلقه مقبله دمتم في رعايه الله وحفظه.